السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم سارة. لا اول مرة هتشوفيني او هتشوف القناة، يا ريت تشرفيني بالاشتراك مع تفعيل الجرس ولايك للفيديو عشان يصلك كل جديد ان شاء الله باذن ربنا. النهاردة هنتكلم عن فيديو مهم جدا 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 جدا. حطي تحت جدا دي مليون خط. هقولك الطريقة دي اثبتت صحتها بنسبة 100% في حدوث الحمل، كمان ان هي بتوصل للرحم سبحان الله بسرعة كبيرة جدا عن طريق السرة. طيب ايه هي الطريقة دي؟ زي ما انا قلتلك كده هتعملي حاجة معينة هقولها لك دلوقتي، وبنفس الطريقة اللي انا هقولها لك حاولي انت تطبقيها. اولا كده يا حبايب قلبي انا عايزة اقول لكم حاجة مهمة جدا. عايزة اقول لكم ان انا طبعا لما بعمل فيديو او بعمل حاجة انا بعمل معلومة ليكم، يعني اكيد بفيدكم، يعني اكيد بقول لكم معلومه تستفيدوا منها. فبالله عليكم بالله عليكم حلفتكم بالله ما تنسونيش في الدعم للقناه. ليه بقى؟ لان الدعم ده بيكون مهم جدا جدا، عشان ده حافز ان هو يشجعني ان انا استمر معاكم. كمان لما بلاقي ما فيش دعم يعني بيجيلي احباط كده، بحس ان يعني عدد على الفاضي، يعني عدد كبير وعلى الفاضي. فانا يعني كل اللي طالباه منكم، انا ما بقصرش معاكم فانتوا كمان ما تقصروش معايا. فدعمكم مهم جدا 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 عشان نستمر معاكم بنشر المزيد، وعشان اكون معاكم دايما باذن الله، وعشان اتشجع اكتر. طيب خلينا بقى في الموضوع بتاع النهارده. اول حاجه نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلاه تنفك بها العقد والكرب يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد من الملأ الاعلى الى يوم الدين يا رب العالمين. الطريقه دي انا عامله عليها دراسه معينه. الدراسه دي الحمد لله يعني اثبتت صحتها بنسبه كبيره، لان قلتها لكذا حد عندي في القناه وفعلا ما شاء الله يعني اللهم بارك. كان ربنا كريمهم على الوصفه دي. بصوا انا قلت لهم ايه. كان البعض بيعاني من ان الرحم فيه هواء وبرد، فيه هواء وبرد في الرحم. والبعض الاخر كان بيعاني ان هو عنده التهابات في عنق الرحم. والبعض الاخر كان بيعاني ان ما بيحصلش حمل اصلا ومفيش اي سبب. ولكن هي الحمد لله يعني اللهم لك الحمد، الطريقة دي اثبتت نجاحها بنسبة كبيرة جدا 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 بالنسبة للناس اللي انا قلت لهم على الوصفة دي. فالحمد لله ده فضل ونعمة، وربنا يرزق الجميع ويرزق كل مشتاق يا رب العالمين. الطريقة هي ان انت بتجيبي معلقة من زيت الزيتون، معلقة من زيت الزيتون مع معلقة من العسل. ويفضل العسل اليمني، العسل السدر، العسل الاصلي، عسل حبة البركة، اي نوع تكون انت عارفة ان العسل ده كويس. العسل ده كويس مش اي عسل، تمام؟ طيب يبقى انا هنجيب معلقة من زيت الزيتون ومعلقة من العسل، هندوبهم كويس قوي مع بعض. احنا عارفين طبعا مش هيمتزجوا مع بعض بسهولة، بس انا هحاول وادوبهم مع بعض كويس لحد ما يمتزجوا. بعد كده هاخد قطرة من الموضوع ده او من الحاجة اللي انا عملتها دي، احطها في منطقة السرة، احطها في فتحة السرة. بعد ما احطها في فتحة السرة هاجي واخدة معلقة واكلاها انا كمان على الريق. دي حلوة قوي للناس اللي عندهم كمان بطانة الرحم ضعيفة، وبتنشط التبويض جدا جدا جدا. طيب بعد ما اعمل كده هجيب انا بقى ايه، ابقى مدفيه نفسي كويس. ممكن اجيب ورقه جورنال واحطها على مكان السره والف كويس المكان ده، او ادفي نفسي كويس قوي. وابدا ان انا بعديها بساعه اشرب كوبايه من القرفه. يعني عملت الطريقه دي بعديها بساعه هشرب كوبايه من القرفه. البنات اللي قالت لي ايه هي القرفه، القرفه اللي هي الدرسين اسمها كده في العراق تقريبا، اسمها الدرسين. طيب هكرر الموضوع ده وهعمله امتى؟ اولا كده الموضوع ده انت هتعمليه في الوقت اللي هو يعتبر ما بعد الدورة الشهرية لمدة 4 أو 5 أيام، مش اكتر من كده. 4 أو 5 أيام مش اكتر من كده. ولكن
المشروب القرفة ده بتاخديه من اول يوم في الدورة الشهرية، وبعد الدورة الشهرية كملي بيه مفيش مشكلة. ليه بقى؟ لان ده هينشط معاك التبويض وهيخلي التبويض قوي جدا، هيزود الخصوبة، هينشط، هيحسن جودة البويضات، هيساعدك على حدوث الحمل ان شاء الله. الناس اللي عندها ضعف في مخزون المبيض والمبيض عندها مش شغال بشكل سليم، او عندها كسل في المبايض، تشرب القرفة. ولكن اللي عندها تكيسات تبعد عن القرفة، يعني هي مش مناسبة، تكيسات مش مناسبة مع القرفة، يعني مينفعش تاخديها وانت عندك تكيسات، ولكن هي مناسبة بشكل كبير جدا 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 مع اللي عندهم ضعف شديد في المبايض وضعف مخزون المبيض. القرفة كويسة جدا 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 للحمل. كمان الناس اللي هي كانت ساقطة او في سقاطة وعايزة تنظف الرحم بتاخد القرفة. القرفة لو خدتيها بتنظف الرحم بشكل كبير جدا، فالقرفة كويسة جدا هتنظف معاكي الرحم. طيب الناس بقى اللي بتسألني عن ألم الجانب الأيمن أو ألم الجانب الأيسر في الفترة اللي هي بتكون بعد الدورة، ده معناه ان التبويض عندك من الجنب اليمين او الجنب الشمال. يعني انت مثلا لو حسيتي ألم في الجنب اليمين بيكون عندك تبويض من الجنب اليمين، لو حسيتي ألم في الجنب الشمال بيكون عندك تبويض من الجنب الشمال، لو حسيتي ألم في الجنبين بيكون عندك تبويض في الجنبين، في الجنب الشمال وفي الجنب اليمين. فانت حسب المكان اللي بتحسي فيه الألم بيكون عندك تبويض من الجنب ده. وساعات طبعا لما بيحصل تبويض من المكانين ده امر طبيعي وبيحصل مع ناس كتير عادي، مفيش اي مشكلة خالص. طيب نيجي للحاجة اللي بعد كده. في ناس بقى بتقولي هل ألم الجنب الأيمن أو ألم الجانب الأيسر بعد أيام التبويض ده بيدل على الحمل؟ يعني بص، هو ممكن يدل على الحمل ولكن مش علامة أكيدة، لأن ممكن يدل على حاجات تانية كتير. ممكن يكون عندك أملاح، ممكن يكون عندك لا قدر الله مغص كلوي أو حاجة يعني ملهوش علاقة بالحمل، فمش في كل الحالات بيدل على الحمل. شوفي الأول الأسباب المرضية، تمام؟ لكن بقى لو نغز في المبيض او كده ممكن ده، او شد في المبيض ده ممكن يدل على الحمل. بكده يا بنات انا خلصت الفيديو بتاع النهارده وانهيته. يا رب اكون افدتكم واكون ضيفه خفيفه عليكم. ما تنسينيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس، وشير لاصحابك عشان هم كمان يستفيدوا بالمعلومات. ودعم منك للقناه واستمراريه القناه عشان استمر معاكم ان شاء الله بنشر مزيد ان شاء الله باذن ربنا. اسيبكم في رعايه الله وحفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.